كلمتين وبس. طلبت واحد صاحبي من سكان شبرا في التليفون، ردت عليا نمرة في المعادي. جاني مغص من كام يوم، طلبت عيادة الدكتور، رد عليا فرنة فرنجي. واحد صاحبي هيتجوز، طلب مني اكلم المأذون، رد عليا دكان حنوتي. اقسم لي يمين بالتلاتة واحد من اصدقائي ان تليفونه بقاله 3 اشهر وهو زي الطوبة، لا حس ولا نفس ولا صوت ولا جرس، ومع ذلك جات له فاتورة مكالمات زيادة ب52 جنيه. وهكذا يا حضرات الأفاضل إلى آخره إلى آخره. أنا مش بقول الكلام ده لا سمح الله علشان أبستف حد من المسؤولين عن مصلحة التليفونات، أو أغمز أو ألمز مدير أو رئيس مجلس إدارة، لا، أنا بقول الكلام ده بغرض الوصول إلى حل، أي حل. مصر دي زي ما هي بلد المسؤولين عن التليفونات، فهي بلد المستفيدين منها، والمشكلة مشكلتهم وفي نفس الوقت مشكلتنا. طبعا أصبح من المستحيل أو بقى شيء قريب من المعجزات إن أي إنسان يوصل أي مكان في أي ميعاد بينه وبين حد، وطبعا ده له أسباب معروفة. اللي بيركب أتوبيس عشان يروح مشوار، والشحططة وقلة القيمة اللي ممكن تحصل للبني آدم في أي محاولة لتخليص مصالحه. لكن أرفع السماعة ما لاقيش حرارة، وإن اتوجدت الحرارة تطلع النمرة غلط، وإن علقت النمرة ينقطع الخط في نص المكالمة، وساعات تطلب النمرة لا تسمع جرس ولا صفارة ولا حاجة تخلق، كأنك بتطلب حرسد. ده بالنسبة لنا احنا يا اهل البلد. في جانب تاني على اعلى مستوى من الاهمية، المستثمرين الاجانب، خلق الله اللي جاية من كافة بلاد العالم ومعاها رؤوس اموال عايزة تعمل بيها مشاريع في بلدنا. الناس دي الوقت عندهم من ذهب، لانه من المحتمل في فترة التأخير دي تكون اي بورصة في لندن او باريس او اي مكان في العالم نزل فيها السعر او ارتفع، وتكون النتيجة خراب بيت صاحب المشروع، وتكون النتيجة طبعا سمعة سيئة لنا كأفراد مهملين ما بنحاولش نهتم بمرافقنا الحيوية، ونفس السمعة للبلد كلها في الخارج، باعتبار التليفون جهاز حضاري ما يعرفش قيمته غير كل إنسان مش متحضر. ودي طبعا مش حقيقة، لأن الحضارة المصرية شيء من قديم الأزل كل الناس عارفاها وسمع عنها، وبعضهم عامل دراسات عليها. كل اللي حصل يا حضرات الأفاضل إن في ظروف مرت بيها بلدنا، كان التسيب والإهمال مسيطر على كل مرفق من المرافق. ودلوقت مع بداية عهد الحرية ما اعتقدش ان التسيب والإهمال ده ممكن يستمر. لازم نفكر في حلول جذرية للمشكلة، نبطل لجان أصلية ولجان فرعية ولجان منبثقة، ولا نضيعش وقت في تصريحات وإعلانات وسفريات. الوقت يا ناس زي السيف، ممكن بضربة واحدة يطير بدل المشروع 1000، وممكن يضيع علينا ملايين الملايين، وممكن يخلي سمعتنا بره سيئة ومكروهة، وكل ده بسبب كابل مقطوع أو جهاز عايز له حتة سلكة علشان يتصلح. نفسي ومنى عيني كل مسؤول في هيئة التليفونات ضميره يبقى فيه حرارة مستمرة، وأول ما الواحد يشعر إن في شيء غلط يتصل بيه، يروح الجرس ضارب عنده وضميره يرد عليه ويقول له ألو ألو. مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، بهجة قمر، وفتح الله الصفتي.